بيبدأ الفيلم بسم الله الرحمن الرحيم كده مع سفينة بتغرق والدنيا بتمطر، وواحد من الركاب بيقول يا رب ساعدنا، فبيرد عليه كافر ابن كلب بيقول له الإله مش موجود النهارده. وبنشوف ناس موجودة على شاطئ جزيرة وواضح ان السفينة غرقت وهم الناجين، وواحد بتفقد الجزيرة لقى لا مؤاخذة بيض فيمسك بيضة منهم لا مؤاخذة برضه، بيقوم تمساح جاي قاطم دراعه تستاهل عشان ما تمدش ايدك على حاجه مش بتاعتك. فبيلاقوا نفسهم محاطين بالتماسيح، وبتطلع دي تماسيح نونو في ليهم مامي سد عين الشمس. وبنروح لمشهد تاني بنلاقي اطفال بيلعب على الشاطئ كوره، وفي واحد مامته بتنادي عليه للغدا فبيقول لهم الكوره يا رجاله عشان اخلعنا، فبيرموها بعيد فبيروح يجيبها وعينك ما تشوف الا النور. واهل القريه بيلاقوا تمساح مقتول في ظروف غمض، وواحد بيقول لهم ده تمساح من جزيره الجحيم، فرد عليه واحد وقال له دي بعيده يا ريس، فقال له يمكن هربان من حاجه، ايه اللي هيجيبه هنا؟ فرد قال له اسلب طولك بس عيب في حريم. واصحاب الواد المقتول بيقولوا للاخ السكران ده لازم تجيب لنا حق صاحبنا، بس هو ليه راي تاني، وده بقى بطل قصتنا لوهان، بس انا هسميه هاني. وبيروح يلاقي ضيف غتت في بيته، وده بيكون مساعد رئيس مجموعه صينيه اسمها، وبيطلع هاني عالم احياء ومستكشف مشهور، وبيعرض عليه فلوس عشان يروح هو ومجموعه من الناس لجزيره الجحيم اللي مليانه تماسيح، وبيدوروا على ناس مفقوده هناك. فرد هاني وقال له والله وهصرف الفلوس دي في دفنتي ولا ايه؟ قال له هديك ضعفها مرتين. قامت الست المحترمه دي قالت له 20 مره يا سيدي. لا 100 مرة. ايوه انت عاملة حسابك انه هيرجع جثة. قال لها هو يا حلوة اسم الجزيرة ما لفتش نظرك لحاجة؟ اسمها الجحيم يا بطة، فيها 3000 تمساح وغازات سامة، خدي فلوسك واتكلي على الله. قالت له اخويا سافر عشان يعمل بحث علمي واختفى، خطيبتك كمان ماتت بسبب بحث علمي، فحط نفسك مكاني وخليك جدع. قال لها فكرتيني بالغالية، خلاص هساعدك. قالت له هجيب لك قارب. قال لها قارب؟ وقت الجد بقى قارب، طيارتك الخاصة ورايا. وهما في الطريق قال لها اخوك احتمال كبير يكون هنا. قالت له لو مش هنا قال لها هيبقى مات. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ فبيقول لهم يلا وصلنا، وانسب طريقه ننزل بيها الجزيره هي اننا ننط من الطياره. يلا هوبا. ولما وصلوا الجزيره اديته صوره اخوها وقالت له والله يا باشا بقاله 3 سنين ما شفتوش وكنا متخانقين. قال لها انا مالي ومال مشاكلكم العائليه، حضرتك بطلي لت. وقام قايل لهم في وادي في الجنوب لو عايش هيبقى هناك. تقريبا الست ندمت انها جابته في اللحظه دي. وصلوا الجنوب وده كان المكان اللي كان في اول الفيلم، والبت لقت مركب عليه شعار المكان اللي اخوها طالع مع بعثه، فعرفت انه نزل هنا وقعدت تندع على اخوها يا عوض. لها انت عبيطه انت بتعملي ايه؟ قالت له اسكت انت انا بنده لاخويا. قال لها انت كده بتجيبي اخوكي وتماسيح الجزيره معاه. وواحد نده لها انه لقى حته من الهدوم على اول طريق، فهاني قال لهم دي منطقه غازات سامه، عاوزيننا نموت ولا ايه؟ فواحد قال لهم في كهف هنا تعالوا نعدي منه. ودخلوا الكهف، وفي الكهف كانت مستنياهم جثه بترحب بيهم، وطلع ده كان شخص مع اخوها في البعثه. وبيكون الكهف مليان بدودة العرق. ايه دودة العرق دي عزيزي المشاهد؟ افتح جوجل وابحث يعني. وبيقدروا يطلعوا قبل ما تخلص عليهم. هما ماشيين بيلاقوا محفظه اخوها وثلاث تماسيح حلوين كده زنقين واحد هيجيبوا اجله، فبينقذوه. فست بتقول له فين اخويا انت؟ فبيعمل زي فيلم القطعه وبيفايس قبل ما يقول لها. وبيفوق الراجل اللي كان بيصارع التماسيح وبتساله عن اخوها. قال لها كان على عين، يا ريتك بدرت شويه لسه متفرقين البارح والله. وراح في اتجاه الشرق، وبيطلع ده عضو في البعثه. فهاني قال له طب ارتاح يا غلبان. وتاني يوم وهما ماشيين في الجزيره نبات التنين الاحمر، برضه تسالني ايه التنين الاحمر؟ ابحث في جوجل يعني او اتفرج على الفيلم برضه هيبقى احسن. بيصبح عليهم ويسحب واحد من رجله، بس هاني بيقدر ينقذه. وبيقول بس غريبه دي بتموا في نهر الامازون ودودة العلق بتكون في منغوليا، ايه اللي جابهم هنا؟ وبيلاقوا مكان مليان اشلاء بني ادمين. فهاني بيقول في تمساح عملاق هنا حجمه 10 اضعاف التمساح العادي وهو اللي قتلهم، واضح ان اخوكي. قالت له قصدك ايه يعني؟ قال لها لو كملنا ممكن كلنا نموت. فكلهم قالوا مش عاوزين نموت متاكلين. قالت لهم بقول لكم ايه انا مش همشي من غير اخويا حتى لو ميت، مش ماشيه غير بجثته. وبيكملوا مشي في الجزيره فبيلاقوا مصعد كهربي، يعني واضح ان في بشر على الجزيره دي، وبيقرروا يدخلوا المصعد ده، يعني مش كلهم، هاني واتنين كمان. وبيسمعوا صوت حد بيطلب المساعده، لكن ده بيطلع فخ، وبتكون دي حشره بتقلد صوت الاشخاص وبتقدر تخلص على واحد منهم. والقائده واللي معاهم بيسمعوا صوت، فواحد بيروح يشوف ايه مصدر الصوت ده، فبيقول لهم الحقوا دول بيربوا سحالي هنا مسكين. فالراجل اللي مع هاني بيقول له انا هنزل اتفقد المكان تحت، فبيلاقي كاميرا عليها فيديو الست بتقول ان التجربه فشلت وهو صنع وحش، وبيروح على شاشه البيانات وبيحذف بيانات من عليها. وهاني بيلاقي حاجه كده على الحيطه بتخليه يعرف ان الراجل ده مش تمام، وبينزل يواجهه بيها، وبتكون صورته مع الست اللي في الفيديو والتماسيح. فقال له انت كده كشفتني انا شخصيا، انا بقى المستثمر بتاع قاعده التجارب دي. فرد هاني قال له انتم بتعملوا تجارب على التماسيح بشكل غير قانوني. قال له انا ابدا، ده انا بستخرج علاج للسرطان من دم التماسيح. قال له ولا جسم البني ادمين مش بيتكيف مع دم التماسيح اصلا، ما تستعبطش.
ولا انت قصدك بقى التمساح العملاق؟ قال له عليك نور. فهاني قال له حتى لو وصلت علاج من دم التماسيح هتبيعه للاغنياء بس. قال له انا تاجر والله مش فاعل خير ومش ماسك فرع الجمعية رسالة. قال له قول الكلام ده للشرطة. قال له حاضر. وبيضربه برصاصة بتخليه مش قادر يتحرك. وبنرجع للقائدة وبنلاقيها بتهرب هي واللي معاها من التمساح العملاق. والتمساح بيحاصر القائدة والمساعد، فبيجي اخوها وبيرمي غاز وبينقذهم. وبيجي المختل بتاع الابحاث ده، فالقائدة بتقول لاخوها سلم على زميلك في البعثة بقى. قال لها والله ولا عمري شفته. فبيقوم المختل رابطهم ومشي عليهم كده لحد ما يجي التمساح ويعض المساعد بتاعه. العالم مهتوه ده قدر يصطاد التمساح بس التمساح ما يموتش وبيخلص عليه. والتمساح بيلف عليهم بس هاني بيجي ينقذهم. بس التمساح بياخد القائدة في بقه هم يا جمل وبينزل البحر. بتفوق القائدة وبتلاقي نفسها وسط جثث كتير، وبتلاقي جثة احد المساعدين وبتقدر تتواصل مع هاني عن طريق السماعة بتاعته. اول ما بتسمع صوت التمساح بتعمل نفسها ميتة. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. وبتكلم اخوها وبتقول له انها مش هتعرف ترجع تاني، وبتقول للمساعد بتاعها ان الشركه تحت مسؤوليتك من النهارده. وبتوصي هاني على اخوها بس هاني قدر يحدد مكانها وبيقول لها انه هينقذها وعنده خطه. وبيرجع المقر تاني يجيب شويه اسلحه وبيوصلوا للكهف وبيساعدوها انها تهرب، لكن التمساح بيطاردهم. بس هاني بيكون محضر فخ للتمساح وبيخليه يقع من ارتفاع كبير وبيرمي عليه قنبله، والتمساح بيطلع لهم وهو مولع كده. ايه ده؟ ايه في ايه؟ نهارك لذيذ. ايه نهارك لذيذ ده؟ في ايه؟ بس المسكين بيموت قبل ما ياكلهم، وكانت القائدة هتروح في الرجلين بس بيلحقوها. وهاني بيرمي زويرجع وبيرفع شعار لا سكر على العربضة بعد اليوم. وبتيجي الطيارة تاخدهم لبلدهم. توتة خلصت الحدوتة وسلام.